انا نادي القرن وبعلنها، هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك ال90 والكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الاهلي العظيم في اي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة في الحلقة تحمل رقم 120، حلقة يوم الأحد، أولى حلقات الأسبوع. زي ما متعودين في كل حلقاتنا اللي فاتت، قبل ما نتعرف على الموضوعات ومحاور الحلقة، أكيد أنا مدين بتقديم الشكر الجزيل لكل أصدقائنا وحبايبنا الأهلاوية اللي بيدعمونا وبيتفاعلوا معانا في كل حلقاتنا اللي فاتت، لذا وجب الشكر وكل الشكر والتقدير. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات حلقتنا النهاردة. بيبو العظيم في وزارة الإسكان، خبرين إن تأكدوا، وكلنا نقول يا رب إن تأكدوا، اطمنوا 100 عقبة كلهم هيجي لهم جلطة. صعود المنتخب كثاني المجموعة في كأس العالم أفاد النادي الأهلي. مباراة رائعة تكتيكيا لمصر أمام إيران. مصر تكتب التاريخ في كأس العالم. الأفارقة يردون عمليا على جاتوزو. إحصائيات بطولة كأس العالم بعد نهاية الدور الأول، دور المجموعات. ودلوقتي مع الخبر الأول في حلقتنا النهاردة، وهي بيبو العظيم في وزارة الإسكان. في الحقيقة خلال الأسبوع الماضي ده كان في زيارة رائعة لكابتن بيبو العظيم للسيدة الفاضلة وزيرة الإسكان في مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. في الحقيقة كان سبب الزيارة هو تخصيص أرض للنادي الأهلي في مدينتي المنصورة وأسيوط الجديدة لإنشاء فرعي الأهلي الجدد السادس والسابع. كم؟ الفرع السادس والفرع السابع في مدينة المنصورة وفي مدينة أسيوط الجديدة. طبعا الأهلي ما بياخدش الأرض دي منح، الأهلي بيدفع ثمنها وبيسدد ثمنها قبل ما يبدأ العمل فيها. تمام؟ تمام. وخلال اليومين اللي فاتوا دول تم بالفعل تخصيص، وهتسمعوا الخبر ده قريب قوي، تم تخصيص 37 فدان للنادي الأهلي في مدينة المنصورة لإنشاء فرع الأهلي السادس. وقريبا جدا هيكون تخصيص أرض مماثلة ويمكن أكبر شوية في مدينة أسيوط الجديدة لإنشاء فرع الأهلي السابع. كمان كان من ضمن الكلام اللي كان بين بيبو العظيم والسيدة الفاضلة وزيرة الإسكان إن الأهلي بيطالب مساواته بنادي الزمالك. طب في إيه؟ الأرض الجديدة اللي منحتها الدولة لنادي الزمالك برئاسة الفاضل ورئيس الكل رئيسنا الجميل رئيس الدولة، منح الأرض لنادي الزمالك الأرض الجديدة في 6 أكتوبر. فمخالفة للقانون ومساعدة للزمالك في ظروفه، تم مخالفة القانون من خلال وزارة الإسكان ومن خلال وزارة الرياضة. القانون بيمنح أي نادي من مساحة الفرع إن أنت يبقى فيه 5% من مساحة الأرض دي تبقى للاستثمار، لكن نادي الزمالك منح 15% في الأرض الجديدة اللي في 6 أكتوبر. فكابتن محمود الخطيب طالب من وزارة الإسكان مساواة الأهلي بالزمالك في الجزئية دي. احنا برضو عايزين 15% من مساحة الأرض في المنصورة وفي أسيوط الجديدة وفي الفرع القائم حاليا اللي لم ينتهي الإنشاءات فيه بشكل كامل، فرع التجمع، عايزين برضو المساحة تكون 15% للاستثمار. كلنا عارفين ان المستثمرين هيجروا على مين؟ على أنهي فرع؟ على أنهي نادي يستثمروا في فروعه؟ الإجابة طبعا واضحة عند الكل. تمام؟ تمام. فبإذن ربنا خلال الفترة القريبة دي جدا هيبدأ العمل في فرع الأهلي في مدينة المنصورة لإنشاء الفرع السادس، وبعدها على طول وبشكل مباشر إن شاء الله وبإذن ربنا وبترتيب ربنا وبتوفيق ربنا وعلى حسب مشيئة ربنا هيكون برضو استلام الأرض اللي في مدينة أسيوط الجديدة لإنشاء الفرع السابع. الله عليك يا أهلي عظيم، الله عليك يا بيبو يا عظيم لإدارتك الرائعة لمنظومة النادي الأهلي. استلمت النادي وهو فرعين النهاردة إن شاء الله، ولسه النهاردة بنوصل بإذن ربنا قريبا جدا 7 فروع. يا رب كل التوفيق لنادينا العظيم في كل ما هو قادم يا رب إن شاء الله، إنشائيا ورياضيا وعلى كل المستويات يا رب. ودلوقتي مع الموضوع الثاني في حلقتنا النهاردة، وهو خبرين، خليكم فاكرين يا أهلاوية، خبرين إن تأكدوا يا رب يا رب يا رب إن شاء الله يتأكدوا لصالح النادي الأهلي مش لأذية حد تاني. خبرين إن تأكدوا اطمنوا، كل 100 عقبة هيجي لهم جلطة. طب إيه هم الخبرين
اللي ممكن يجلطوا بتوع 100 عقبه. الخبر الاول، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي في كاس العالم. طبعا احنا عارفين ان كل اعضاء المكتب التنفيذي للكاف موجودين في كاس العالم لمتابعه النتائج الرائعه اللي بيحققها كل المنتخبات الافريقيه باستثناء المنتخب الشقيق اللي كلنا بنحبه عشان علي معلول. المهم، فخلال اجتماعاتهم قالوا ان في شبه تعليمات، اوامر، يعني احسبوها زي ما تحسبوها. طب هو مين اللي ممكن يملي اوامره على الكاف؟ الاتحاد الدولي ملوش دعوه ببطولات الاتحاد الافريقي، ولكن الشركات الراعيه، الشركات اللي بتدفع. قالت انا ما اقدرش ان انا ادفع لكم المبالغ الكبيره دي، وانا شايفه ان الانديه الكبيره في افريقيا مش مشاركه في دوري رابطه الابطال. انا عايزه ناديين يكملوا ال 64 نادي دول، يعني انتوا في 62 تاكد صعودهم، عايزين ناديين يكونوا ذو جماهيريه كبيره عشان نقدر نسوق البطوله بشكل كويس، ونقدر نحقق المداخيل الكبيره اللي بتحقق العوائد اللي بتخلينا ادفع لكم بالشكل ده وبرعى البطولات بالمبالغ الكبيره الطائله دي. طب هو مين اكبر من كبير وعظيم افريقيا؟ النادي الاهلي. قال لك نمنح النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي برضو اللي جماهيريه كبيره جدا في المغرب، نمنحهم زي كارت ذهبي، كارت ذهبي يشاركوا بيه في البطوله. قال لك كل اعضاء المكتب التنفيذي، الكلام ده كان في الصحافه المغربيه، ودايما اخبار الكاف بتطلع في الصحافه المغربيه الاول وبعد كده تتصدر لافريقيا كلها. قال ان كل اعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على هذا الاقتراح باستثناء ابو ريبه الكاره الاول للنادي الاهلي. وكل اعضاء كل شعب الاهلي ما بيطيقكش يا ابو ريبه، وان شاء الله هتغور في داهيه قريب. يعني عفوا على هذه المصطلحات اللي لا تليق بحضراتكم، ولكن فعلا 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 لا اتمنى لي ابدا 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 اي استمراريه ولا اي خير. ان شاء الله ان شاء الله قريب قوي نخلص من هذا الوجه الغير مقبول تماما لدى كل الاهلاويه. الخبر ده لو صح وشارك النادي الاهلي في بطوله افريقيا دوري رابطه الابطال، هيبقى خبر كالصعقه، هيجلط كل بتوع 100 عقبه. هيبقى فاضل شويه يتجلطوا بقى بالخبر الثاني اللي هو اللي هو اعلنت جريده ذا جارديان البريطانيه، واحده من اكبر كبريات الصحف على مستوى العالم كله. ذا جارديان قالت ان الاتحاد الدولي الفيفا بيفكر وبشده كمان، يعني بيفكر جامد جدا، يعني بيفكر وقرب ياخد القرار. طب ايه هو القرار؟ ان يزود عدد الانديه المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه 2029 لكام؟ ل 48 نادي، اسوه بكاس العالم للمنتخبات 48. كلنا عارفين وكلنا طبعا نفهم ان كل ما زاد عدد الانديه وزادت المباريات زاد التسويق، زادت العوائد الماليه. طب في الوقت دوت انت المفروض كل قاره ليها كوتا معينه، انت كافريقيا لينا 4 انديه هتزيد. طب ما هم 4 ابطال بس للشامبيونز ليج لانها كل 4 سنين. قال لك هناخد بالتصنيف. طب هو مين بيحتل صداره التصنيف بعد الانديه الحائزه على البطولات خلال ال4 سنين دول؟ مفيش غيره برضه، كبير وعظيم افريقيا النادي الاهلي. يعني هو اللي تاكد صعوده بيراميدز وسان داونز، لان ده اللي فاز ببطوله 25 وده اللي فاز ببطوله 26. البطوله الجايه الاهلي لو ما طبقش القرار اللي قلناه في اول الفقره دي والاهلي ما صعدش، هيلعب في الكونفدراليه، هيبقى غير مؤهل تماما، لان بتوع الكونفدراليه دول ما لهمش اي فرصه في المشاركه في كاس العالم. والبطوله اللي جايه يعني يبقى 27 و28 والبطوله سنه 29. في الوقت ده هيكون النادي الاهلي على راس قائمه المشاركين من القاره الافريقيه. انت حقق الخبرين دول، صدقوني لا اسعاف ولا مطافي ولا اي حد هيقدر على اللي هيحصل في 100 عقبه. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى كل الخير لنادينا العظيم، ويا رب ان شاء الله الخبرين دول يتحققوا، وباذن ربنا كل الخير للنادي الاهلي وكل عدم الخير لغير النادي الاهلي. امين. طبعا كله كرويا، ما بنتكلمش لاذيه اي حد، احنا لا نتمنى ده ابدا 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 لاي انسان مهما كان بيننا وبينه اختلاف، ولكن نتمنى كل الخير وكل التقدم وكل التفوق لنادينا العظيم النادي الاهلي. ودلوقتي مع الخبر الثالث في حلقتنا النهارده، وهو صعود المنتخب للدور الثاني كثاني مجموعته افاد النادي الاهلي. طب مال النادي الاهلي بصعود المنتخب في كاس العالم؟ ايه الفايده اللي هتعود على النادي الاهلي؟
نعرف كلنا ان اقر في البطوله ديت واللي قبلها كمان في بطوله كاس العالم الاتحاد الدولي قرر تعويض الانديه اللي ليها لاعبين في بطوله كاس العالم بتشارك مع منتخب بلادها في كاس العالم. وقال ايه؟ قال ان كل يوم لاي لاعب بيبقى فيه تعويض لناديه بقيمه $5000 كل يوم هو موجود في كاس العالم. ده كمان غير المكافآت اللي هي للاعبين اللي شاركوا في التصفيات. احنا هنتكلم على كاس العالم بس. كل يوم من قبل كاس العالم بفتره حوالي اسبوع او 4 ايام تقريبا حاجه كده يعني ليك $5000. طيب احنا لو كنا صعدنا اول مجموعه زي ما كنا بنتمنى وده كان فخر طبعا كان يا ريت كنا هنلعب يوم 1/7. لما صعدنا تاني بقى هنلعب يوم 3/7 يعني زدنا يومين يعني زدنا لكل لاعب $10,000. اصبح ان كل لاعب من النادي الاهلي هيحق للنادي الاهلي تعويض عنه لغايه مباراه مصر واستراليا بس $170,000. 100 لو كنا صعدنا اول مجموعه كنا هناخد عن كل لاعب $160,000. طبعا لو كسبنا استراليا وباذن ربنا هنقدر نكسب استراليا ونصعد لدور ال16 المبلغ اللي هيمنح من الفيفا للنادي الاهلي كتعويض عن لاعبيه هيزيد اكتر واكتر. لكن احنا دلوقتي ضامنين كنادي اهلي $170,000 عن كل لاعب في منتخب مصر. احنا لينا 8 لاعبين يعني 170 في ال8 لاعبين يوصل حصيله الحصيله الممنوحه من الفيفا للاهلي $1,360,000 حتى مباراه مصر واستراليا. وان شاء الله لما نصعد ونلعب الارجنتين يا رب ان شاء الله المبلغ ده هيتضاعف زي ما بنتمنى الخير للمنتخب. خير المنتخب هيعود بالخير على نادينا العظيم النادي الاهلي. تمام. هل يا رب ان شاء الله ده يحصل ونتخطى كمان دور ال16 ونصعد لما هو ابعد من دور ال16 يا رب. انا قلتها من اول البطوله وخليكم فاكرين اتمنى ان ده يبقى براند لينا. المنتخب المصري هيحقق افضل نتائج ليه وهيوصل لابعد نقطه في البطوله بعد ما فقدنا دعم الخونه اللي كانوا في وسط المشجعين اللي تمنوا كل شر وكل هزيمه للمنتخب امام اي منافس. ما رضيتش بس اعرض لكم في الحلقه دي اراء المنتمين للزمالك في بعد مباراه ايران. هعرضها لكم الحلقه الجايه لان كنا عارضين الحلقه اللي فاتت بعد مباراه نيوزيلندا فمش كل حلقه. فان شاء الله الحلقه الجايه هعرض لكم ارائهم وبوستاتهم على كل المواقع الرسميه بعد مباراه مصر وايران. يا رب ان شاء الله نوصل لابعد نقطه في البطوله باذن ربنا عشان نكشف بس يا رب ربنا يكشف الحقيقه ان احنا كنا بنغير اجهزه وبنغير لاعبين واتحاد كوره ووزاره الرياضه مش عارفين ان السر كامن في الجمهور الخاين. اول ما فقدنا دعمه المنتخب طريقه سلك وان شاء الله هنوصل لبعد دور ال 32 باذن ربنا اللي تاهلنا له بالفعل امام استراليا يوم الجمعه الساعه 9 مساء. يا رب كل توفيق. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة في حلقتنا النهاردة وهي مباراة رائعة تكتيكيا لمنتخب مصر أمام إيران. في الحقيقة كانت مباراة شيقة جدا وكانت صعبة جدا. أنا بشوفها مباراة أصعب من مباراة بلجيكا حقيقي رغم أن اتسهلت. يعني في الدقيقة 5 احنا تقدمنا بهدف اللاعب الرائع محمود صابر. بعدها على طول جات علينا ضربة جزاء من استهتار كابتن محمد عبد المنعم. الحمد لله الحارس الأسد كابتن مصطفى شوبير تصدى لضربة الجزاء ولكن تم إحراز هدف التعادل في الدقيقة 11 فبقينا 1-1. الماتش اتصعب علينا رغم ان في اوقات كتير كنا احنا متحكمين في رتم المباراة ولكن كابتن حسام نقدر يعني انا متاح جدا ان احنا ننتقد فني لكن ما ننتقدش ضماير. فكابتن حسام اخطا ان هو خلص تغييراته في الدقيقه 75 خلص ال5 تغييرات. يعني انت اخطات الخطا ده كابتن حسام في مباراه نيوزيلندا وربنا ستر ان اللي بنتمنى له كل السلامه كابتن حسام باك نادي الزمالك. المهم لما اصيب كانت اصابه في الراس فتم منح مصر التغيير السادس. لكن لما اصيب كابتن احمد فتوح احنا لعبنا شويه كتور من غير لاعب يعني لعبنا 10 قدام 11. ده ادى لتسيد ايران الجزء الاخير من المباراه وكان كنا كلنا مضغوطين ومشدودين جدا لكن الحمد لله ربنا اراد ان تنتهي المباراه بالنتيجه ديت 1-1 ونصعد كتاني مجموعه. في الحقيقه في بعض الامور كده في مباراه ايران لازم ناخد بالنا منها ولازم نقف عندها.
يعني انا بس شايفين التدخل دوت. التدخل ده من كابتن ياسر ابراهيم في الدقيقه 96. يعني لو لاعب ايران سدد الكره دي بنسبه كبيره جدا 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 كانت تبقى هدف، كانت هتغير مسار المنتخب. كنا هنصعد، بس كنا هنصعد ثالث ونلعب منتخب قوي اقوى بكتير جدا من استراليا. الراجل دوت كابتن ياسر ابراهيم ايه ده؟ دايما حاضر في اللحظات دي، لعيب مقاتل بكل معاني الكلمه. ما ننساش ابدا دوره في الدوري ال 45 للاهلي، مباراه الاهلي وسيراميكا في الوقت الضايع برضه بيطلع كره من على خط المرمى. بعدها مباراتين، مباراه البنك الاهلي المباراه قبل الاخيره برضه في الدوري 45 بيعمل اسيست في الوقت الضايع لاسامه ابو علي عشان نتقدم بيه على البنك الاهلي 2-1. اللعيب ده مش واخد حقه خالص كابتن ياسر ابراهيم. يمكن كتير بينسوا ان كابتن ياسر ابراهيم من هداف الاهلي في كاس العالم، ليه 3 أهداف. لعيب مقاتل 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 بكل معاني الكلمه. يا رب يا رب كل توفيق ليك يا كابتن ياسر في كل ما هو قادم. طبعا بالتاكيد مش معنى ان احنا ذكرنا لقطه ان احنا بنغفل دور باقي اللاعبين، لا خالص. كل اللاعبين اللي شاركوا في المباراه كانوا على مستوى الحدث. بنشكرهم جدا جدا جدا، منتظرين منهم الاكثر في مباراه استراليا ان شاء الله يحققوا حلم ال90 مليون اهلاوي اللي بيشجعوا المنتخب. اما الشرذمه اللي ما لهمش اي لازمه في الدنيا احنا مش شايفينهم اساسا، يا رب ان شاء الله تحققوا لنا كل ما هو متاح وكل ما هو ما فكرناش فيه اساسا، ما حلمناش بيه. باذن ربنا قادرين بتوفيق ربنا ان انتوا توصلوا لابعد نقطه في البطوله. في بعض الايجابيات وبعض السلبيات في مباراه ايران. ايه هم؟ اكيد هنبدا بالايجابيات. طيب الايجابيات ان المباراه دي شهدت صعود منتخب مصر للدور الثاني لاول مره في تاريخ مشاركات المنتخب في كاس العالم الاربعه. ده 1. 2 شهدت عدم هزيمه المنتخب في 3 مباريات متتاليه في كاس العالم، وده برضه حدث بيحدث لاول مره في تاريخ مشاركات المنتخب. تمام؟ طيب ايه السلبيات؟ في الحقيقه يعني انا شايف سلبيه ان اصابه 3 لاعبين، كابتن محمد عبد المنعم، كابتن محمد صلاح، كابتن احمد ابو الفتوح. ومع الاسف يعز علينا جدا ان نقول ان مشوار كابتن احمد ابو الفتوح مع المنتخب في كاس العالم انتهى، انه جاله مزق في الخلفيه وده اصابه هتاخد وقت. كابتن عبد المنعم محمد عبد المنعم وكابتن محمد صلاح اصابتهم خفيفه وان شاء الله هيكونوا متاحين لمباراه مصر واستراليا. دي سلبيه. السلبيه الثانيه الانذار الثاني للكابتن مهند لاشين. احنا شايفين كروان عطيه ومهند لاشين مشمعين نص الملعب، مشمعينه بكل معاني الكلمه في ال3 مباريات. فطبعا غيابه الانذار الثاني اللي خده في مباراه ايران هيحرمه من مباراه استراليا. مين اللي هيغطي مكانه؟ ده هنشوف بقى فكره كابتن حسام. انا خالص يعني لا اعول خالص على ان احنا هنقدم تظلم وما نقللش من نفسنا يا جماعه. يعني مين اللي ياخد، يعني المنتخب اللي قد اللعيب عنده خد انذار فيقدم تظلم لرفع الانذار؟ ايه السبب؟ قرارات الحكم الفنيه في المباراه او الاداريه حتى ما فيش حد يقدر يراجعه فيها يا جماعه. بلاش نقلل من نفسنا، لكن ندور على البديل الكفء باذن ربنا ان شاء الله. في سلبيه اتكررت من كابتن حسام حسن، واحنا من حقنا ننتقدك فني، لكن عمرنا ما ننتقد الضمير او ننتقد الفكر، لا ننتقدك فنيا. هو ايه؟ ليه بتعمل ال5 تغييرات في الدقيقه، يعني قبل الدقيقه 75؟ يعني نزول كابتن حمزه عبد الكريم في الدقيقه 75، انت عندك ربع ساعه لو حصل فيها اي حاجه. يعني ربنا ادالك انذار في مباراه نيوزيلندا، اصيب كابتن حسام باك الزمالك لما اصيب في عينيه. حسام عبد المنعم باين، لا ده حسام عبد المنعم، ده الباك القديم. المهم، فطبقا لقانون الاتحاد الدولي ان اللعيب اللي تحصل له اصابه دماغيه، يعني اي اصابه في منطقه الدماغ، انت محتاج تعمل تغيير سادس. طب عملنا تغيير سادس في مباراه نيوزيلندا، تعمل نفس الخطا في مباراه ايران؟ تعمل برضو التغيير الخامس في الدقيقه 75. اهو اصيب كابتن احمد ابو الفتوح او احمد فتوح، اصيب. لعبنا شويه ناقصين. ليه؟ نخلي بالنا من ده كابتن حسام. المباراه اللي جايه مش هتستحمل الاخطاء ديت، لان احنا ممكن بسبب خطا زي ده نلعب ناقصين نخرج من البطوله. انت بتسطر تاريخ رائع جدا لمنتخب بلدك لاسمك. يعني نخلي بالنا من الكلام ده، وباذن ربنا كل اللي جاي ما يكونش فيه سلبيات تعيقنا او تعيق مشوارنا او تنهي مشوارنا. امين يا رب ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخب بلدنا العظيمه مصر. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة في حلقتنا النهاردة، وهي مصر تكتب التاريخ في كأس العالم. في الحقيقة بعد نهاية دوري المجموعات
احنا دلوقتي كمصر صعدنا للدور الثاني، دور ال 32، وده لاول مره يحصل في تاريخ مشاركات المنتخب. حققنا فوز، وده لاول مره يحصل في تاريخ المنتخب، تاريخ المشاركات. حققنا عدم هزيمه في 3 مباريات متتاليه، وده لاول مره يحصل في تاريخ المنتخب. احرزنا 5 اهداف في الدور الاول، اللي تاريخ مشاركاتنا الكامل من سنه 34 لسنه 2018 كنا احرزنا 5 اهداف. هدفين للاعب الراحل عبد الرحمن فوزي في بطوله 34، هدف لمجدي عبد الغني زل اهالينا بيه اكتر من ربع قرن لغايه كابتن محمد صلاح في 2018، 28 سنه كان بيذلنا بالجون بتاعه في مونديال 90، وبعد كده هدفين لكابتن محمد صلاح في مونديال 2018. نيجي في البطوله دي نحقق 5 اهداف بكل اللي حققناه من اهداف او احرزناه من اهداف في ال3 مشاركات السابقه. تاريخ كويس جدا، تاريخ نبتدي نفخر بمشاركات المنتخب في كاس العالم. يا رب ان شاء الله كل اللي جاي قادرين عليه، خصوصا الخطوه القادمه على طول مباراه استراليا في دور ال 32 يوم الجمعه 9 مساء. كل شعب الاهلي، كل شعب مصر الوفي باستثناء الشرذمه اللي ما لهمش اي لازمه في الدنيا، خونه الوطن رياضيا اللي بيتمنوا هزيمه المنتخب قدام اي منتخب بلدنا، قدام اي منتخب بيلعبه. احنا مش شايفينكم انتوا ولا ليكوا لازمه في الدنيا، ولكن كل شعب الاهلي ورا المنتخب، وده يكفيه. ال 90 مليون اهلاوي يكفي المنتخب. اما الشرذمه اللي ما لهمش لازمه ولا شايفينكم، بالعكس بنطلب منكم، بنحسكم الكبير جدا ده انتوا كلكم بتشجعوا منتخب قدام منتخب مصر بيكسب، مصر بتكسب. فارجوكم شجعوا منتخب استراليا بكل الحميه، شجعوا كل ما اوتيتم من قوه استراليا. انتوا مشجعين نحس بتشجعوا المنتخب اللي قدامنا، احنا بنكسب. نرجوكم سيروا على نفس المنوال وسيروا على نفس النهج عشان مصر تقدر تعمل تاريخ نفخر بيه كلنا. أما أنتم فلكم الحسرة دائما ناديا ومنتخبا إن شاء الله، لأن كل المنتخبات اللي بتشجعوها ضدنا بنقدر نتغلب عليها. أنتم مشجعين نحس. ودلوقتي مع الفقرة السادسة في حلقتنا النهاردة، وهي الأفارقة يردون عمليا على جاتوزو. اسمحوا لي بس يا أهلاوية، مين جاتوزو دوت؟ هقول لكم. جاتوزو ده هو مدرب المنتخب الايطالي، اسمه جينارو ايفان جاتوزو. بعد فشل المنتخب الايطالي من الصعود لكاس العالم كان ليه تصريح شهير، قال لك كتير جدا 9 مقاعد على الافارقه في كاس العالم، ده هيسيئوا لكاس العالم، وكاس العالم هتبقى ضعيفه جدا بمشاركه المنتخبات الافريقيه ال9 كتير قوي. هو في الحقيقه هو طبعا تنقصه جزء من المعلومه ان قاره افريقيا ليها 9 مقاعد ونص، 9 مقاعد ونص، والنص ده صعد بعد ال9 المنتخبات اللي صعدوا بشكل مباشر. صعد منتخب بعد دوره رباعيه اقيمت في المغرب، وتفوق في الاخر منتخب الكونغو الديمقراطيه على المنتخب النيجيري. البطوله دي كانت في نوفمبر، او الدوره الرباعيه دي كانت في المغرب في نوفمبر 2025. صعد المنتخب منتخب الكونغو الديمقراطيه. لنفاجأ كلنا ان شارك 10 منتخبات زي ما اتفقنا، 9 ونص، وكسبنا احنا النص الثاني فبقى 10 منتخبات. ان 9 منتخبات من ال10 يصعدوا لدور ال 32. 9 منتخبات من الافارقه كلهم صعدوا دور ال 32. الخرج المنتخب التونسي الشقيق، في الحقيقه اقل مشاركه لمنتخب تونس في كاس العالم طول تاريخها، حققت نتائج سلبيه جدا 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 لا تليق باسمه منتخب تونس الشقيق، اللي ليه مننا كل محبه بس علشان انتوا عندكم كابتن علي معلول. المهم، بعد الصعود دوت ل9 منتخبات، قدر 9 منتخبات لدور ال 32. يعني افريقيا ليها 9 في ال 32، وكل قارات العالم ليها 23 منتخب. هل ده هيؤدي ان البطوله القادمه يكون في نظره من الاتحاد الدولي لقاره افريقيا تستحق كوتا اكبر من كده؟ طبقا للنتائج بنقول وبالتاكيد، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعض المنتخبات الافريقيه هتتفوق في دور ال 32 وهتصعد لدور ال 16، وهيكون اولهم المنتخب المصري القوي جدا. ودلوقتي مع اخر فقرات حلقتنا النهارده، وهي احصائيات بطوله كاس العالم بعد نهايه الدور الاول اللي هو دور المجموعات. في الحقيقه قدامنا يعني هعرض لكم بوست فيه كل الاحصائيات ديت، ولكننا هنفسرها بند بند كده مع بعض وناخد بالنا من الارقام. تمام؟ اتلعب في الدور الاول 72 مباراه،
72 مباراة، تم تحقيق الفوز في 52 مباراة، وتم تحقيق التعادل في 20 مباراة، منهم 7 مباريات بس اللي كان فيهم التعادل سلبي، يعني 0-0. تم إحراز 211 هدف في ال 72 مباراة بمعدل 2.93 هدف في كل مباراة، يعني ما يقارب ال3 أهداف، وده معدل عالي جدا، يعني معدل تهديفي عالي جدا، يقترب هو يعتبر 3 أهداف في كل مباراة في بطولة عالمية ككأس العالم للمنتخبات، ده معدل عالي جدا جدا جدا. عندنا 3 منتخبات حققوا العلامة الكاملة، هو الفوز في ال3 مباريات في الدور الأول، وهم المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، حققوا العلامة الكاملة والفوز في ال3 مباريات. طب عندنا برضو ال3 منتخبات دول أكتر المنتخبات اللي حققوا اللي أحرزوا أهداف، هدفوا في دوري المجموعات، وهم ألمانيا، فرنسا، هولندا، أحرزوا 10 أهداف في ال3 مباريات، يعني أكتر من 3 أهداف في كل مباراة. طيب عندنا منتخب زي بنما، ده المنتخب الوحيد في كأس العالم بيحقق رقم قياسي سلبي، طبعا يذكر اسمه سلبيا ان هو المنتخب الوحيد الذي لم يحقق اي فوز ولم يحرز اي هدف في كأس العالم، بنما. طيب عندنا 4 منتخبات في كأس العالم سجلوا هدف واحد، وهم كرواساو، اسكتلندا، العراق، السعودية، احرزوا هدف واحد في ال3 مباريات. طيب تم احتساب في ال 72 مباراة في الدور الأول 11 ضربة جزاء، تم إحراز منهم 8 أهداف، وتم إضاعة 3 ضربات جزاء. طب هدافين البطولة حتى الآن يتصدرهم أعظم عظيم في تاريخ الكرة على مستوى العالم كله وبلا أي منافس، المعجزة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بيتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، وإن شاء الله لنهاية البطولة الرصيد ده هيعلى بإذن ربنا إن شاء الله هيعلى. نتمنى له التهديف، يسامحونا الأفارقة في كاب فيردي أو الراس الأخضر في مباراتهم مع الأرجنتين، إن شاء الله يستطيع ميسي التهديف في هذه المباراة ويزيد رصيده، يعني هو دلوقتي بيتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 مباريات، وعندنا بعديه 4 لاعبين عندهم 4 أهداف، وهم كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، عثمان ديمبلي، وفينيسيوس جونيور. كل لاعب فيهم ليه 4 أهداف. طبعا في لعيبه كتير احرزوا 3 أهداف وهدفين وهدف، لكن احنا قلنا ايه، كبار الهدافين. طيب ال 72 مباراه دول شهدوا 178 انذار، كمان شهدوا 10 حالات طرد. كل التوفيق لكل المنتخبات اللي بنحبها. منتخب مصر ده انا هتكلم بلساني الشخصي طبعا وبلسانكم جميعا كاهلاويه محترمين، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا العظيم، ملناش دعوه بالشرذمه الخونه اللي بيتمنوا هزيمه منتخب بلدهم، دول ملناش دعوه بيهم. بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في كل ما هو قادم. بلساني الشخصي بتمنى كل التوفيق لمنتخب الارجنتين لحصد البطوله، وليونيل ميسي يحصد هداف البطوله يا رب ان شاء الله باذن ربنا. وبكده يا اهلاويه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، الحلقه 120، حلقه يوم الاحد، اولى حلقات الاسبوع. اتمنى من كل قلبي يا رب ان الحلقه تكون خفيفه ولطيفه على قلوبكم، ما كنتش انا كنت ضيف تقيل عليكم يا رب. بتمنى يا رب ان الحلقه تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم. لو ده حصل اتمنى ان مفيش اهلاوي جميل او اهلاويه جميله تابعونا واتفرجوا علينا في الحلقه دي انهم يبخلوا علينا باللايك. اللي اتفرج علينا قبل كده او لسه اتفرج علينا النهارده لاول مره في هذه الحلقه ان هو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء في مواعيدها الطبيعيه بدون اي استثناءات. واتمنى يا رب باذن ربنا ان الحلقه تنال احترامكم واعجابكم، وده يخليكم ان انتم تشيروها لنا على منصاتكم علشان نوصل لكتير وكتير من شعب الاهلي العظيم اللي لسه ما يعرفوش قناه كبسوله العمده، يعرفوها من خلالكم والقناه تكبر وتكبر ويكون لكم الفضل الكبير بعد ربنا بالتاكيد. اشوفكم على خير يا رب. كنت سعيد جدا بالتواصل معاكم. اشوفكم على خير في حلقه يوم الثلاث. تكونوا جميعا يا رب من اهل الدنيا وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه. سلام سلام يا أعظم جمهور في الدنيا لأعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ والأوحد في الرياضة المصرية، النادي الأهلي العظيم. سلام، أشوفكم على خير. كان معاكم عماد سعد، كبسولة العمدة. سلام.